السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنصلي كده على الرسول كده ونقول مع بعضنا: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه يا احلى بنات. يا رب، يا رب السنة الجاية يا رب تكون سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى أمة سيدنا محمد كلها يا رب، وينهي السنة دي كده على خير يا رب، وما يجيبش لينا ولا ليكم أي حاجة وحشة، اللهم أمين. هنعمل كده مع بعضنا يا حبايب قلبي روتين كده خفيف بسيط. هنبدأ بيه كده من على السطح، يعني حبيت اديكم شوية طاقة كده إيجابية. طلعت على السطوح زي ما انتوا شايفين كده، وقلت اشوف ايه دنيا الطيور عاملة ايه وكده، لان والدتي زي ما انتوا عارفين ست كبيرة بتطلع احط لهم اكل وتنزل وخلاص. فانا بقى ايه يعني بطلع كل فترة كده ابص كده على الحاجة، اشوف مثلا لو حاجة مش مكانها مثلا مش نافع في المكان دوت، اغير لهم اماكنهم، اشوف يعني حياتهم ماشية ازاي. هنا الدكرين دول احنا عازلينهم كده بعيد عن الدكر والنتايتين اللي بره، علشان خاطر هما ايه يعني بيخافوا من التانيين، يعني كنا سيبناهم معاهم بس بيخافوا مش بياكلوا. فاحنا حاطينهم هنا لوحديهم، مع ان دوت يعني يعتبر ابوهم وامهم هما اللي انتوا شفتوهم في اول الفيديو دول. هنا بقول لكم ان انا كنت شاريه برسيم يعني ومخرطاه كده وحطاه في شكاره، باخد منه ايه يعني يومين ولا حاجه، ده ابوهم وامهم. وفي برضو انتايه تانية بس ايه يعني مستخبيه في عشه وكده. والسطح بقى حالته لا تسر عدو ولا حبيب. هنا دخلت كده على العشه اللي فيها الفراخ برضو اهي، رمت لهم شويه برسيم، على يعني ما الف لفه كده على السطح يكونوا كلوا حاجه بسيطه. وهشوف بقى هغير بقى الاماكن بتاعتهم كده. هنا بقى شايفين السطح عامل ازاي، والبط طبعا خايف مني وانا بصور، عمال يجري يمين وشمال وخايفين خالص مني. بس فالمهم يعني احنا هناخد بقى البطتين اللي بره دول، هنطلعهم بره. دول اللي هم اللي انا طالعه لهم دول اهم، هنطلعهم بره خالص. وهجيب الفراخ احطهم هنا في المكان ده. المكان ده اصلا يعتبر الحمام، يعني في الشقه اللي تحت هو ده الحمام. والفراخ دي يعني هاخد الفراخ اوديها في الحمام واطلع البط ده بره. وهجيب البط الصغير اللي كان طالع معانا في الفيديوهات اللي قبل كده اللي كانت مطلعاه البطه دي، هجيبه هنا في العشه، عشان طبعا احنا حاطينه في عشه والعشه صغيره عليه ومش نافعه ايه معاه. يعني كده ايه هنعمل روتين كده بسيط كده مع بعضينا، وهنقصقص الفراخ ديت عشان خاطر ما تطرش يعني وكده و... وهنشوف كده هنعمل ايه مع بعضنا حبايبي. يعني كده نحاول نشجع كده ونقوم نتنشط وما نكسلش طبعا عن شغل البيت، لان دي اساسا يعني يعتبر من مصالح البيت الاساسية. يعني ده طير عندي ما ينفعش ان انا اسيبه. هنا برضو اللي في برضو نتاية تاني، اختي اللي مع الدكر بس خايفة بقى منه، مش عارفة خايفة ليه. هنا كانت والدتي طبعا في عند الحمام، كل واحد بيشوف حاجة يعني وكده، بتوريكم البط ان هو يعني كبر شوية اهو. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، صلوا على الرسول كده وقولوا ما شاء الله. اما نشوف حاجة زي كده نقول بسم الله ما شاء الله، عشان ربنا ايه يطرح لاصحابها البركة يعني فيها. وانا عارفة ان كلكم عندكم الخير كله يا رب. بس يعني ايه انا متعودة عامة لما اشوف حاجة زي كده اقول ما شاء الله، وكلمة ما شاء الله مش وحشة. شوفوا هنا مريم بقى بتقول لكم باي، هي اللي في العشة بقى جوه بتناول تيتا الفراخ عشان تقصقصهم، عشان هنوديهم العشة التانية. بصوا هي خايفة منهم، بس انا عمالة اقول لها امسكي ما تخافيش، هي خايفة اهو بتمسك. العشة ضيقة هي مش ضيقة بس برضو مش يعني مش واخدين حريتهم قوي فيها. بصوا هما ما شاء الله يعني ايه بشروا بالبيض. آه، قصقصناهم بقى وديتهم الحمام وعملت انا اللي انا عايزاه ونزلت بقى. طبعا ما نزلتش بايدي فاضيه، قلت اما ايه ناخد حاجه كده معانا نتغدى بيها ايه في اليوم ده وكده. ذبحت فرختين بس انتوا بقى شطار كده، ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. قلت ايه يعني اخدهم يعني ريشتهم ونضفتهم وقلت افتحهم معاكم. هنا في الطبق ده حطيت ميه، وده الجنزبيل يا حبايبي، الجنزبيل البودر اللي بيتجاب من عند العطار، وحطيت شويه خل وشويه من الملح، عشان طبعا انا هغسل الفراخ وهنقعهم في الجنزبيل والميه والملح. الجنزبيل والملح والخل والميه،
ده طبعا ايه لو في اي دم زياده كده في الفراخ ولا حاجه بيسحب، يعني ايه اي حاجه ايه مش مستحبه في الفراخ. هنا بقى هبدا اقطع كده حوش الرجول دي، طبعا كل ده بيترمي لان دي فراخ يعني تعتبر يعني عتقيه كده، مش صغيره قوي، يعني عندها حوالي سنه ونص ومش كبيره قوي برضو، يعني يعتبر هم شمرت. بس ايه يعني كانوا بيبيضوا، وبصراحة لقيتهم بطلوا يبيضوا فقلت اذبحهم. حتى لما ذبحتهم لقيتهم ان هم ايه يعني فيهم عنقود بيض يعني، وكانوا هيبيضوا تاني. بس انا بصراحة يعني زهقت منهم، قلت ايه يعني هذبحهم وكده، بس فذبحتهم. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، اي زوايد بقى في الفرخة بنشيلها. طبعا هو انا بشيل الاول طرف كده الجنح، مش الحته الصغيره، لا بشيل الحته كلها بالكبيره اللي تحت ديت. بس انا عشان خاطر عشان التصوير وكده، فانا عايزه اتني الجنح ورا الفرخه، يعني في ظهر الفرخه. فانا ايه مرضتش اشيله كله بقى عشان اعرف الفها زي ما انتوا شايفين كده عشان التصوير، لكن انا عموما بشيلها خالص. وهنا برضو عند المؤخره كده في حته كده من فوق لازم تتشال، بيبقى تحتها حته صفرة. ده يعني بالنسبة للبنات اللي هم ايه يعني ما بيعرفوش، يعني لسه داخلين المطبخ جديد وكده، في حاجات طبعا هم ما يعرفوهاش. فانا ايه قلت اكمل يعني الفيديو بتاعي بتنظيف الفراخ. طبعا الرجول دي كل ده هيترمي، وكل الزوايد دي هتترمي. الحاجات ديت يا جماعة لازم تتشال. انا شلت الحتة الصغيرة وسبت الحتة الكبيرة، بس هي اصلا المفروض تتشال كلها. الحاجات دي يعني ايه مش مستحبة، وغير كده هي ما فيهاش حاجة اصلا. اهو بصوا، عشان الفها اللفه دي، ودي بتتشال ديت اللي عند المؤخره كده من ورا، دي لازم تتشال اساسي. اهي كده انا نضفتها وخليتها فله زي ما انتوا شايفين كده. معايا مريم بنتي بتحب الراس، فانا يعني بشيل منها كده الحته اللي هي فيها المنقار ديت، وبغسلها لها غسله نظيفه وبنقعها برضو. هي بتحب تاكلها فينا، انا عن نفسي مش بحبها بصراحه يعني، او هي ما بتحبنيش، لكن هي بتحبها. فانا طبعا الحاجه اللي هي بتحبها خلاص تاكلها براحتها. فانا بنضفها كده واغسلها غسله حلوه، وبتحب تاخدها يعني مع شويه شوربه كده قبل ما احط الاكل، هي والكبده والقنصه والحاجات اللي زي كده. زي اي طفل يعني، احنا كنا واحنا صغيرين كانت والدتي بتعمل لنا كده. كنا بعد ما تسلق الفراخ كانت مثلا يا تدينا حته لحمه، يا اما لو عاملين لحمه يعني، لو فراخ تدينا الكبده والقنصه وشويه رز وعليهم شويه شوربه كده يعني. بس حشت بقى منهم كل الزوايد خالص خالص زي ما انتوا شايفين كده. اي حاجة مش حابينها حشناها. هنبدأ بقى نفتح الفرخة كده. بصوا يا حبايبي بتتفتح من هنا كده اهو، من تحت العضمية كده بشوية. بنبدأ نفتح ايه الفرخة. بس الفرخة ديت يعني هو التصوير بصراحة مش يعني مش جايب حجمها. هي تعمل لها حوالي 3 كيلو. الفرخة تعمل حوالي 3 كيلو، بس هي باينة ان هي صغيرة في التصوير، والتانية دي تعمل حوالي 2 كيلو او 2 كيلو وربع كده يعني. بس في التصوير الحاجة مش عارفة يعني، هي ظاهرين صغيرين بس يلا مش مهم. طبعا الفراخ البلدي مفيش انضف منها. حاجة انت مربيها على ايدك، بتأكليها على ايدك، علف نظيف او دشيشة نظيفة. بس انا باكل بصراحة، هم كبروا فانا بجيب لهم اللي هي الذرة الصفراء او الشامي الاصفر، اللي هو لما بيتدش يبقى اسمه تشيشة صفراء. بس انا بجيبه صحيح يعني ايه ذرة. فاهميني اكيد يعني، الناس اللي بتربي وعارفه الحاجات دي هي فاهمه انا اقصد ايه. هبدا كده اطلع بقى اي حاجه كده من الفرخه انا مش حباها. اهو طلعنا الكبده والقنصه والحاجات اللي زي كده. هنا بقى شايفين لازم بقى ايه نبدا نغسل بقى غسله نظيفه، وفي حته برضو من تحت كده بتبقى. هنا بصوا بقى، هنا لقيت عنقود البيض اللي انا بقول لكم عليه اهو. شايفين مليانه بيض بس لسه صغير. دي في الفرخه الكبيره. التانية يعني كان البيض بتاعها كان اكبر شوية من كده. هبدأ بقى اغسل. وفي هنا في الحتة دي، في الحتة دي كده اللي تحت ايدي بالظبط، هنا دي اللي هي الفشة او الرئة على حسب ما بتقولوا، بس تحت ايدي بالظبط في حتة كده بتبقى عاملة زي الكبدة دي يا جماعة، هتتشال عشان ديت بتزفر الشوربة، يعني تبقى الشوربة مش حلوة، فلازم نشيلها. طبعا هغسلهم وهنقعهم وهيبقوا ايه فلة كده.
وان شاء الله انتظروني الفيديو اللي جاي، هتشوفوا عملت في الفرختين دول ايه. طبعا انا مش حابه ان انا اطول عليكم الفيديو اكتر من كده، فانا ايه هستكفي بان انا طلعت عند الطيور وتنظيف الفراخ عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. حابه اوريكم يا حبايبي كل حاجه بالتفصيل عشان البنوتات الصغيرين اللي هم ايه اللي بيتعلموا كده. الحته برضو اللي عند مكان ما ذبحنا بقى بتبقى ايه لونها غامق شويه كده اهي، هوريها لكم دلوقتي. بصوا بصوا بيبقى شكلها عامل ازاي. فانا بشيلها بقطعها واروح رميها اهو، وابدا بقى ايه اقطع كده الرقبه اهي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. حاجات سهله وبسيطه، بس يعني في حاجات ممكن واحده تقع فيها يعني ما تشيلهاش تخلي الشوربه بتاعتها مش حلوه، وكلنا بنتعلم من بعض. هنا بقى عايزه اقول لكم ان في الرقبه دي، في اول الرقبه دي بيبقى فيه عرق كده دم، ده لازم يتشال. بيبقى باين هو، بتشديه كده تلاقيه كده ايه اللحم بتاع الرقبه بتاعت الفرخه اتفتح من بعضه ودوت ايه، تشديه كده من وسطيهم، من وسط الرقبه اهو. ودي طبعا المرارة دي طبعا بتمرر الكبدة لو قعدت، يعني لو في حد مش عارفها. وهنا بشيل القلب انا بحوشه خالص. وهنا عند الكبدة برضو لو في اي دم او اي حاجة بشيلها اهو. بصوا كبدة قشطة، بصراحة ما فيش احسن من الحاجة المتربية في البيت. وشوف شكلها يعني، ولا هي مهرية ولا هي لونها متغير ولا حاجة. هنا بقى القلب دوت انا بشيل الحتة اللي فوق ديت، وبيبقى فيه زي غلاف ابيض برضو بسحبه كده بايديا. ولازم افتح عشان في ناس ما بتفتحوش اللي هو القلب دوت، لان ساعات بيبقى جواه ايه دم. بس بصراحة الفراخ البلدي مش بتبقى زي الفراخ البيضة. بالظبط زي ايه الكبده المستورده، لما تيجي تغسليها تحس ان هي بتنزل دم كتير عن الكبده البلدي. اما نفس الكلام برضو في الفراخ البلدي والفراخ البيضه، تلاقي الفراخ البيضه بتنزل كميه دم لما تفتحي بطنها فظيعه. وبرضو القلب برضو بيبقى فيه كميه دم برضو كتيره، لازم تفتحيه، لازم يتفتح. اما البلدي ما بيبقاش فيه كتير. شوف انا بنضفها ازاي، غير ان انا برضو عاملاها على النار عشان لو في اي ريش او حاجة يتحاش. يعني بشممها كده، امسك الفرخة كده واشممها كده النار كده عشان لو في ريش ولا حاجة يعني ايه تتشال اهو. اهم حاجة بصي نظافتك في غسيلك للحاجة. طالما غسلت الحاجة كويس ونضفتيها هتاكلي احسن اكل، وهتبقى الحاجة بتاعتك حلوة، والكل يحلف بنظافتك ويحلف يعني ان انت ايه ست شاطرة كده وست نظيفة وبتعرفي تعملي اكل. مش هوب يلا شقلب ويلا والكلام دوت، لا احنا ما عندناش الكلام ده، احنا ستات بيوت شاطرين وفي بيوتنا معمرين. صلوا على النبي بقى كده. بصوا بقى بنشيل كده دول قنصة، وبكحتها كمان بالسكينة، مش بستكفى ان انا ايه اسيبها كده والله في الفراخ البيضة بتطلع حاجات بيضة، فلازم تكحتيها كده اهي. النظافة ثم النظافة ثم النظافة يا بنات اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هبدأ اطلع ايه اللي هو الحصلة او الحصالة زي ما بتقولوا بقى قولوا من الرقبة. بس بصراحة هتتقطع، فانا يعني هقطع حتة كده من تحت واشيلها. هم عشان كانوا اكلين فانا كنت ممكن سحبتها من عند البطن بس مش هعرف، فقلت ايه افتح لها كده حتة كده واشيلها اهي. هي بتتشال بسهولة خالص خالص، يعني هي حاجة مش صعبة ولا حاجة. بس احنا ايه كلنا بنعلم بعض وبنتعلم من بعض، على رأي المثل يعيش المعلم ويفضل يتعلم اهو. شاطرة، شدي شدي ايوه زي ما انتوا شايفين كده اهي. عشان كانت اكلة ما كنتش هعرف اسحبها من تحت، لازم اسحبها من الرقبة اهو. وفي حاجات هنا كده اي حاجة كده مش عاجباني في طريقه كنت بشيلها، مش واقفة على حاجة. ايوه دعاكي كده شوفوا اهي الحاجات اللي انا بقول لكم عليها. حته كده بتبقى عامله زي الكبده تحت ايدي بالظبط في المنطقه دي اهي، دي تتشال
مش بتتاكل، عشان شفت ناس كتير بصراحة وبتعملها وبتبقى مخلياها يعني في الفرخة لكن دي بتخلي الشوربة بتاعتك زفرة ومش حلوة، يعني هي اصلا مش بتتاكل اهو. بس بوريكم اهو، اي حاجة كده كده بشيلها على طول اهو. وعند المؤخرة كده لازم نحط كده ايدينا كده. طبعا انا محتاجة المكان دوت، كنت ممكن اشيله برضو، بس انا عشان خاطر هكتف الفرخة منه بحط رجل جواه والرجل التانية بلفها ايه تحتيها. لكن لو انا عشان انا هحشيها يعني بصل وكده، لكن لو انا مش محتاجاه بقطعها بصراحة. فما ينفعش شكل الفرخة مش بيبقى حلو لما بتبقى رجلها بتبقى فاضية من جوه ورجلها مفتوحة، بتبقى شكلها مش حلو اهو. نبدأ بقى ننضف كده ونغسل كويس، واهم حاجة المية والنظافة والغسيل مرة واتنين وتلاتة في الحاجة بتاعتنا لحد ما نحس ان الحاجة بتاعتنا نطفت. وبرده تحت الجلد كده بنحط ايدينا في حاجات كده بتبقى مزحلقة يعني لازم تتشال اهي. بصوا انا كنت ممكن بقول لكم على الحتت ديت ان انا كنت ممكن اشيلها اللي من قدام دي، بس انا عشان عايزه الف الفرق الف الجنح لورا عشان التصوير اهي. بصوا بقيت شمعه كده فله زي ما انتم شايفين كده، مفيهاش اي حاجه خالص، وبرده مش ساكته مش ساكته خالص برده اهو. هنا بقى كنت غسلتها ونضفتها وخلاص بقى استكفيت كده بنظافتها، وبوريكم بقول لكم بصوا ما فيهاش اي حاجه. هنحطها بقى في الميه والخل والجنزبيل والملح، هنسيبها بقى وننقعها. عملت التانية بنفس الطريقه. بصوا عنقود البيض، طبعا انا هنا كنت خدته طلعت اوريه يعني لوالدتي. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، ورجعت لكم بقى تاني اهو. غسلتها نفس الطريقة اللي غسلت بيها الفرخة الأولى، هي نفس الطريقة اللي أنا غسلت بيها الفرخة التانية، مفيش اختلاف. زي ما انتوا شايفين كده فلة شمعة منورة. حلاوتك ونظافتك في غسيلك الكل هيشهدلك بالنظافة لما تبقي غاسلة حاجتك ومنضفاها، وتبقي ست كده مرتبة وعارفة انت بتعملي ايه وبتظبطي نفسك ازاي. و والست النظيفة الناس كلها طبعا زي ما انتوا عارفين يعني ايه بتشكر فيها، ودايما تجيب سيرتها ان ايه ست محترمة وست نظيفة وست مفيش حد زيها، محدش يقدر يجيب سيرتك بحاجة وحشة اهو. هنا بقى كنت انا نقعتهم بقى زي ما انتوا شايفين كده، وسبتهم طبعا الوقت الكافي. شايفين لون المية؟ اشطف بقى الطبق وابدأ ايه اشطف الفراخ بقى تاني اهو. يعني مش خلاص هنقعهم بس، لا ده انا هغسلهم تاني. هغسل بقى اطلع بقى منهم ايه الخل والملح والحاجات اللي احنا ايه يعني نزلت بقى مكان النقع. شايفين الحاجة شكلها بسم الله ما شاء الله منور كده في الطبق. وادي القناصة اهي. تاكلي الحاجة بقى بنفس. بألف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي، على الكل واللي شاف. والله نفسي ادوقكم منها يا حبايب قلبي، بس ما باليد حيلة اهو. النظافة حلوة. بصوا انا كل ده غسلاه قبل كده وكحتها بالسكينة اهو. تحت المية تاني برضو عشان ايه مكان الجنزبيل بقى والملح والخل لازم يتشطف كويس قوي اهو. برضو ايدك لازم تحط صباعك كده في الحتة اللي ورا ديت عشان ايه عشان طبعا زي ما انتوا عارفين لازم تتغسل المكان ده كويس اهي. وادي الراس اهي بتاعت مريم برضو غسلتهم لها حلو. وادي الفرخة التانية اهي يا حبايبي. يعني حاجة سهلة وحاجة بسيطة، بس احنا ايه يعني في بنوتات لسه صغيرين مقبلين على الجواز او مخطوبين او لسه في الدراسة وحابين ان هم يتعلموا، فممكن ايه يعني تصادف ان هي تشوف الفيديو يعني ولا حاجة فتتعلم. وكلنا بناخد معلومات من بعض وبنتعلم من بعض، وطول عمرنا هنفضل نتعلم، انا مش استاذة
ولا اي حاجة. انا واحدة بسيطة زيكم، بتعلم برضو منكم وتعلمت منكم حاجات كتير. يعني كل اللي عنده معلومة وافادة لغيره يعني ايه، ادينا بنتعلم من بعض وبننفع بعض يا حبايبي. يلا يا حبايبي، لايك وشير للفيديو وايه واللي مش مشترك يشترك كده ويشرفنا وينورنا ويعرفنا ان هو جديد، عشان ايه؟ عشان قناتنا تكبر بيكم وليكم يا حبايب قلبي. هنا اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي اهو، ببدأ برضو ايه ادخل ايديا كده واشد كده اي حاجة مش مستحبة وانضفها واغسلها. وشلت برضو الحاجات اللي بقول لكم عليها، شايفين؟ برضو اخليها فلة اهو، بصوا نضيفها ازاي. بس كده هوقفهم كده عشان ايه ينزلوا يصفوا كده المية اللي فيهم اهو. يعني النظافة كده، الحاجة كده اما تيجي تاكليها كده تاكليها كده وانت ايه، وانت نفسك مفتوحة. حاجة بقى تربية بيتي ما شاء الله عليها، اكل نضيف، شربة شرب نضيف. بتجيبي لها بقى انت علف، بتجيبي لها ذرة، بتجيبي برسيم من بواقي البيت، عيش، اي حاجة بتتبقى منك طبعا بنحط لها لهم. يعني الحاجات دي طبعا بتبقى حلوة، بتبقى نظيفة، تربية بيتي، غير اللي احنا بنشتريها من بره خالص. شايفين ما شاء الله عليهم اهو. ودي الحوايج بقى بتاعتهم، الرقاب وال... والقوانص بتاعتهم والكبد. طبعا الحاجات دي بتبقى من نصيب يعني الاولاد الصغيرين اهو. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، شوفوا نضاف ازاي، بسم الله ما شاء الله. وشكل الكبده بتاعتها فريش كده وحلوه. ويا رب اكون خفيفه عليكم، يا رب ما اكونش طولت عليكم في الفيديو. معلش اذا كنت بشرح بالتفصيل، بس عشان خاطر يعني ايه البنوتات اللي لسه مقبلين على الزواج. ولايك وشير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.